هنبدأ دلوقتي. طبعا الجزء ده احنا شرحناه قبل كده في الفيديو اللي قبل كده. اتكلمنا عن مقومات الدولة، قلنا المقومات الطبيعية والمقومات البشرية، وقلنا المقومات البشرية هناخدها المرة الجاية في الدرس الجديد. المقومات الطبيعية هقول ايه: موقع، مساحة، تضاريس، شكل. اولا الموقع هقسمه لاتنين: موقع فلكي وموقع جغرافي. احنا بنقول اصلا قبل كده في الاعدادي. الموقع الفلكي موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب انا يهمني خطوط الطول، احنا كنا خطوط الطول ودوائر العرض. دوائر العرض انا عندها اهي: العرض دائرة الاستواء، تقسيم الكرة الأرضية نصين، شمال 90 درجة في الشمال و90 درجة في الجنوب. طيب انا تهمني مين فيهم؟ طب خطوط الطول خط جيد شابط طولها بيقسم الكرة الأرضية لشرق وغرب. طب اللي يهمني في الاتنين هل خطوط الطول ولا دوائر العرض؟ هقول لا، انا اللي يهمني بالنسبه لقوه الدوله دوائر العرض. هتقولي ليه؟ هقول لك لان انا دلوقتي دائره الاستواء دي اعلى درجه حراره في العالم، هبعد عنها لدرجه الحراره. يعني مثلا لو الدوله جايه كده حجمها او شكلها كده بالطول كده مربع مثلا زي مصر، هلاقي ان هو المناخ يختلف عن دائره العرض اللي هنا، يختلف عن دائره العرض اللي هنا. خلاص. طيب يعني محصول اللي هيتزرع هنا غير اللي هيتزرع هنا غير اللي زاد، ان المحصول زي ما احنا عارفين تختلف حسب تنوع درجه الحراره. إذا معنى ذلك إن الدولة هتكون غنية بتنوع المحاصيل الزراعية فيه وتنوع المناخ اللي ممكن يؤدي لحدوث سياحة. يبقى إذا أنا بالنسبة لي دوائر العرض أهم من خطوط الطول. بتحدد لي عندي المناخ، بتحدد لي النبات، بتحدد لي النشاط البشري، بتحدد لي السياحة. طيب تعال نشوف الموقع الجغرافي. انت قلت الموقع الاثنين: موقع فلكي وموقع جغرافي. الموقع الجغرافي هقسمه لأربعة: الموقع بالنسبة لليابس والماء، الموقع بالنسبة للدول المجاورة، المواقع الهامشية والمركزية الاتنين مع بعض، والمواقع الاستراتيجية. هقول أول حاجة نبدأ الموقع بالنسبة لليابس. أول حاجة أهو اليابس والماء، أول حاجة هيتقسم لاتنين. اتنين يعني ايه؟ هقول لك معنى كلمة لما أقول لك الموقع بالنسبة للماء يعني في دولة بتطل على المية يبقى دولة بحرية. بالنسبة لليابس يبقى في دولة جوه بعيد عن المية بسميها دولة حبيسة. طب تعال نشوف الدولة البحرية. الدولة البحرية هي الدولة اللي تطل على مسطحات ماء مش بحرية ممكن تكون مسطح مائي، بس في شرط يكون عندي مفتوح. مفتوح يعني مفتوح. هقول لك تعال نجيب خريطة العالم اهي ونشوف يعني ايه موقع دولة مسطح مائي مفتوح. انا عندي هنا البحر المتوسط اهو، شايفين هنا السفن لما تمشي من هنا كده تخرج عن طريق منطقة جبل طارق محيط الاطلنطي عادي، يبقى ده بحر مسطح مائي مفتوح. البحر الاحمر هنا مضيق باب المندب مسطح مفتوح، هنا الخليج العربي مضيق هورمز مسطح مفتوح. انما لو جيت لدوله زي ده هي كازاخستان، ده البحر قزوين، ده بحر مغلق. هتقول لي طب ما كازاخستان دوله بحر، اقول لك لا، ده كازاخستان دوله حبيسه. طب ليه بقى ما عندك بحر؟ ده بحر مغلق مش بحر مفتوح زي دول. فهمتوها؟ يبقى لو جالك في الامتحان الدوله البحريه هي الدوله تطل على مسطحات مائيه مغلقه، قول له غلط، مفتوحه. طيب سؤالي: بما تفسر أهمية الموقع البحري الدولي؟ هقول لك إن الموقع البحري ليه أهمية. أولا سهولة الاتصال بالعالم الخارجي، سهولة الاتصال بالعالم الخارجي دون عوائق أو تحكم من دولة تانية. طيب اتنين، احنا ممكن نروح عند أي دولة ناخد من مظاهر حضارتهم، شوف نظام بيزرعوا بيصنعوا نتعلم من علمائهم أو ما يجوا برضو عندنا. يبقى بنحقق لي بتحقق التواصل الحضاري بين الدول بغيرها من الدول اهي، بغيرها من الدول. ماشي. 3، هقوله كمان المسطح المائي دول ان مثلا شمال مصر وجدوا الفترة اللي فاتت ان في شمال مصر في المياه الاقليمية، مش احنا قلنا قبل كده على المياه الاقليمية يعني حقوق الدولة في المياه. الدولة ما بينتهيش حدها عند اليابس، لا بتاخد جزء من المياه قدامها تحمي تحمي اليابس بتاعها. مصر وجدت الفترة اللي فاتت حقول غاز طبيعي في شمال مصر في المياه، دي كانت من حق مصر. اي صيد او اي حاجه نلاقيها في الميه قدامنا دي من حق الدوله. يبقى اذا معنى ذلك بتتمتع الدوله من خلالها بالثروات. تمتع الدوله بالثروات البحريه اهي. يبقى دي لما اقول لك سؤال ما تفسر اهميه الموقع البحري الدوله: سهوله الاتصال بالعالم الخارجي، التواصل الحضاري بغيرها من الدول، تمتع الدوله بالثروات البحريه. طب سؤالي:
يعني هل مثلا كل دولة زي التانية بالنسبة للأهمية؟ لا. هقول لك تعال نضربها مش كل حاجة نعملها بالخريطة، اللي طبعا اللي هي ايه الخريطة اللي بتجيلك في الامتحان. دولة بص معايا، دولة زي شيلي. شيلي اهي، شيلي دي دولة في أمريكا الجنوبية. شوف شكلها عامل ازاي، واخدة شكل طولي. شوف بتطل على مين؟ على المحيط الهادي. شوف حجم الساحل بتاعها طويل صح؟ طيب دولة زي العراق، ادي العراق اهي. شايفين العراق اهي. شوف بتطل على مين؟ على الخليج العربي. بس شوف المساحة اللي بتطل الساحل قد ايه صغير. هنا ساحل مين؟ المحيط الشيلي كبير. طيب دولة زي مصر بتطل على البحر المتوسط، شوف الجبل الساحلية اللي بتطل عليه كبيرة. دولة زي تونس مساحة صغيرة. الله، يعني انا بقدر احدد الدولة اهميتها البحرية بسبب ايه؟ حسب طول الساحل. لو طول الساحل زي دي يبقى هي بتستفيد من البحر المحيط، يبقى لها قيمة كبيرة، لها قوة كبيرة. لو هي صغيرة زي العراق كده اهو يبقى سوري، عندك كل مناطق الساحل السوري، تركي، الدول دي. هل زي المغرب؟ شوف المغرب. يبقى لك في الامتحان على الخريطة يقول لك ايه؟ تتميز الدولة رقم 1 عن الدولة رقم 2 زي تركيا بحريا بايه؟ هقول له بطول السواحل. او ممكن ما تجيبش بحريا خالص، بقى مبهمة مش عارف هي ايه. ابص دي ساحلية بحرية ودي بحرية، ماشي. ايه المشكلة بقى؟ دي تميز بطول الايه؟ الساحل، انما دي كسر ايه؟ الساحل. يبقى انا عندي اول ميزة هقولها وني اما اجي اقول لك إيه بما تفسر يختلف أهمية الموقع البحري تبعا لعدة عوامل. عدة عوامل أول عامل زي ما قلت لك طول الساحل. لو جاب له خريطة وقال لي طول الساحل ازاي يعني، هقول له طول الساحل عندي زي مثلا زي ما انا ضربت مثال سوريا مثلا قصيرة، المغرب الساحل بتاعها طويل، الاتنين عكس بعض. لو جه قال لي مثلا تركيا قصيرة، شيلي طويل السواحل، يبقى طول السواحل زي سوريا والمغرب. انا ضربت لك مثال الاتنين عكس بعض، تركيا وشيلي وغيرهم من الامثال، في امثله تانية كتيرة. طيب اتنين هقول لك تعال نشوف عندي اهمية المسطح المائي. يعني ايه اهمية المسطح المائي؟ يعني انت عندك مثلا دولة زي مين؟ زي دول زي مصر، زي قناة السويس. مصر عندك البحر الاحمر، عندك البحر المتوسط، دي ممرات ملاحية دولية مهمة جدا. عكس مين؟ بحر الشمال، بحر البلطي، دي ملهاش اهمية زي دي. ليه؟ لان ده في موقعها مركزي بين الثلاث قارات زي ما شايفين كده. يبقى تاني عامل اساسي هقول له اهمية المسطح المائي. اتنين اهمية المسطحات المائية. اشوف هل المسطح المائي اللي بتطل عليه الدولة دي مسطح مائي مهم بتمر منه مثلا الطرق الدولية العالمية، ولا مسطح هامشي بس يعتبر مخرج للدول. طيب 3 الظهير الساحلي. هتقومي تقولي لي يعني ايه كلمة ظهير ساحلي؟ ظهير ساحلي بص معايا، انا عندي مصر اهي على الخريطة، حدها الشمال البحر ايه؟ متوسط بحري. طب الحد التاني اللي هو مين؟ البحر الاحمر الشرقي اهو. يبقى مصر بحرية بحدها الشمال وحدها الايه؟ الشرقي. طيب اما اجي اسالك سؤال، الحد ان هو اللي ليه اهمية لمصر مش هما اتنين مية؟ طب هو في واحد فيهم ليه اهمية؟ هتقول لي مش عارف. طب اقول لك طب بص الحد الشمالي. هتقوم تقول لي طب ليه؟ هقول لك ليه. احنا عارفين ان شمال مصر مستوية السطح مفيش فيها جبال، انما شرق مصر فيه هنا جبال مين؟ البحر الاحمر. هنا جبال البحر الاحمر ده بتؤدي لصعوبة انشاء الموانئ الطبيعية. يعني معنى ذلك الحد اللي يبقى ده اسمه ايه بقى؟ الظهير الساحل. يعني الساحل ايه اللي وراه؟ هل اللي وراه زي الساحل الشمالي الارض مستوي يبقى سهل نعمل فيها موانئ زي ميناء دمياط والاسكندريه وبورسعيد، ولا وراه جبال زي دي يعني بيبقى صعب الحركه فيها وصعوبه انشاء الموانئ؟ يبقى ما اجي اقول لك حد يبقى دي معنى كلمه الظهير ايه؟ الساحل. يعني ايه اللي ورا الساحل؟ هل جبال ولا ارض ايه؟ مستوي. يبقى اقول له الظهير الساحل. ممكن اضرب بقى امثله خلاص. اي وجود الجبال. يعني مثلا هقول لك اقول الساحل الشمالي لمصر اهم بحريا من الشرقي. طيب مثال تاني برضه، هاتلي دولة تانية. تعال نشوف. عندك السعودية
السعودية مش السعودية دي دولة بحرية اهي، الخليج العربي الجنب ده والبحر الأحمر الجنب ده. طيب ماشي، هل الحدين زي بعض في الأهمية؟ قالك برضو لا. ليه؟ الساحل ده مش احنا قلنا ان جبال البحر الأحمر بتمتد، بناخده في الإعدادي، تمتد على جانبي البحر الأحمر. تمتد على جانبي البحر الأحمر. طيب موجودة في مصر وفي السعودية، يعني هنا في جبال الحجاز وعسير واليمن اللي هي جبال في السعودية. هنا برضه هيبقى هنا صعب انشاء الموانئ الطبيعية. على العكس هنا الخليج، جهة السعودية المطلة على الخليج العربي سهلة، أرض مستوية فيها حقول بترول وغاز طبيعي مليانة. يبقى لما أجي أقول لك حد السعودية الشرقي أفضل من حدها الغربي بسبب إيه؟ الظهير الساحلي. يبقى تاني كده، يبقى قايل إيه؟ حد عندي برضو السعودية هقوم قايل الحد الشرقي أفضل من الحد الغربي. هقول له بسبب ايه؟ بسبب الظهير اهو الساحلي له. فهمت يعني كلمة الظهير الساحلي؟ يعني الساحل وراه جبال ولا ارض مستوية. ممكن اعمل ده اجيب لك اي حاجة غير اللي انا قلته، يعني ممكن اقوم جايب لك تشيل اللي انا قلت عليه ده ويقوم جايب لك رسمة الجبل كده، جبال جنبها، ويقول لك ايهما تفضل او ايهما ذات قيمة فائدة للدولة، ويجيب لك دولة تانية ارض مستوية مفيش فيها اي حاجة. هم قالوا لي ده طبعا دي ايه؟ قيمتها البحرية اقل بسبب وجود الظهير كلمة الظهير الساحلي. يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا عندي 3 عوامل بيأثروا على أهمية الموقع البحري. احنا قلنا من ساعتها ان الموقع البحري مهم جدا وكلام من ده. طيب ماشي، بس الموقع البحري دول بيرتبط ب3 عوامل. اما تكون بسبب طول الساحل بتاعي اللي بتطل به طويل ولا صغير. طيب 2 أهمية المسطحات المائية، هل هي مسطح مائي مهم مركزي؟ طيب 3 الظهير الساحلي، أي وجود الجبال الساحل الشمال مصر أهم بحرين من الساحل الشرقي. السعودية الحد الشرقي أفضل من الحد الغربي بسبب الظهير الساحلي. لازم اختار كلمة هل الظهير الساحلي. هيجيب لك في الامتحان يجيب لك دولتين ويقول لك لها قيمة بحرية بسبب. شوف اختار، هل هي طول الساحل أو أهمية المسطحات المائية ولا الظهير الساحلي. لازم اختار واحدة من ال3 دول. طيب ده بالنسبة لمين؟ للدولة البحرية. طب سؤالي، قال لي في انواع للدولة البحرية. انواع الدولة البحرية يعني انواع. هقول لك في دولة بحرية تطل بجبهة واحدة، زي مين؟ هقول لك على الخريطة اهي. عندك مين؟ طبعا ما ينفعش اقول مصر لان مصر بجبهتين، ليبيا، تونس، الجزائر. ما ينفعش اقول المغرب لان المغرب بتطل بجبهتين 1 و2 اهي. طيب اقول موريتانيا خلاص. اقول مين؟ اقول الولايات، لا ما تنفعش الولايات. طيب يبقى انا هجيب الاساسيين دول. يبقى معايا مين عندي؟ او قايله عندي ليبيا جبهه واحده، اعملها جبهه واحده زي ليبيا، تونس مثلا، الجزائر. مقولش المغرب جبهتين. عندي مثلا موريتانيا وغيرها من الدول. طيب او دولة بحرية تطل بجبهتين، يعني ساحلين، زي مين؟ طبعا اولها مصر اهي، الشمال والشرق. طيب المغرب انا ذكرتها دلوقتي. المغرب بصوا حدها الشمالي على البحر المتوسط فوق اهو، والغربي على المحيط الاطلنطي او المغرب. بس لا ده في كتير، تعال نشوف كده كتير زي مين. عندك دي الصومال هنا اهو، الصومال هنا جزء على المحيط الهندي وهنا جزء على خليج مين؟ عدن. عند الصومال اهي. طيب عندك هنا ودي اليمن في الجنب ده اهو، اليمن جزء منها هنا اهو على خليج عدن اللي احنا قلنا عليه من شويه، وجزء على البحر الاحمر ادي اليمن. طيب عندي دول كتير جدا. عندي عمان جنبنا، عمان بتطل بجبهتين. طيب عندي الولايات المتحده، شوف الولايات المتحده اهي، حتى الولايات المتحده بتطل ب3 جبهات لان ده شرق وده غرب وده جنوب شرق، بس هعتبره شرق. زي برضو عندي مين؟ الولايات المتحده. يبقى انا عندي في دول ممكن اجيبها بسهوله جدا مع خاطر جت السؤال خريطه. يبقى الدول بتطل بجبهتين على السواحل، زي مين؟ زي مصر، زي المغرب، زي الصومال، زي اليمن، زي الولايات. طيب
دول بقى بحرية تطل عنده ممكن ب3 جبهات. خلاص، زي مين؟ عندك اللي بتقول عندك كندا شمال شرق غرب اهي، مفيش الا حاجة كندا اهي. عندي دولة زي الهند شرق اهي، ده يعتبر الجنوب، ده الغرب، يبقى اقول له الهند. شايفينها؟ طيب يعني معنى ذلك ان انا عندي في دول كتير بتطل ب3 ايه زي عندي مثلا هنا اسبانيا ادي جايه اهي، وادي جايه الشرق اهو، وده الجنوب وده الغرب اهو، مفيش الا الجهه الشماليه المتصله بمين؟ في فرنسا. عندك اسبانيا. يبقى انا ممكن من الخريطه اطلع الدول اللي بتطل بجبهه واحده او جبهتين او 3 جبهات. خلاص، يبقى ده تقسيم الدول من حيث انواع الدول البحريه، من حيث بتطل على مسطح واحد او مسطحين. يبقى انا عندي لما انا قلت يبقى الدوله البحريه، بنقول الدول البحريه قلنا تعرفها في الاول، الدوله تطل على مسطحات مائيه مفتوحه. طب بما تفسر اهميه الموقع البحري، سهوله الاتصال بالعالم الخارجي، التواصل الحضاري بغيرها من الدول، تمتع الدوله بالثروات البحريه. طب بما تفسر يختلف الموقع البحري تبعا لعده عوامل. هقول له طول الساحل، اهميه المسطحات المائيه، 3 الظاهر الساحلي. طيب دخلنا على انواع الدول البحريه. انت قلتي إن احنا بنتكلم على مين؟ الموقع بالنسبه لليابس والماء. قلت الموقع بالنسبه لليابس والماء بينقسم الى دولة بحرية عشان نركز مع بعض، ودولة حبيسة. يبقى الموقع بالنسبة لليابس والماء إما دولة بحرية أو دولة حبيسة. أنا اتكلمت عن البحرية، تعال نتكلم عن الدولة. تاني حاجة أهو، الدولة الحبيسة. يعني إيه حبيسة؟ يعني محبوسة. دولة حبيسة يعني دولة محبوسة. محبوسة ازاي يعني؟ هقول لك، هضرب لك مثال برضو على الخريطة، مفيش وانا على الخريطة لان ده ايه؟ هي اسمها جغرافيا عشان الخريطة. انا عندي الخريطة اهي. بص الدولة اللي هو عاملها لك بالاخضر دي، شوف دولة منغوليا. شايفينها؟ هل بتطل على بحار؟ لا، ده حواليها يابس. عشان كده بقول لك الموقع بالنسبة لليابس والماء، الدولة ده حواليها يابس، ما بتطلش على اي بحر، يبقى دي دولة داخلية حبيسة. كازاخستان، ما تقوليش بتطل على بحر قزوين، غلط، لان بحر قزوين مغلق، دولة حبيسة. طيب عندي برضو، شوف بقى اكتر قارة فيها دول حبيسة افريقيا. نبدأ شوف كده، اثيوبيا، حتى مظهرلك بالاخضر، اثيوبيا دولة حبيسة. جنوب السودان دولة حبيسة. اوغندا، شايف اوغندا، رواندا، بورندي، زامبيا، شوف كده زامبيا، زيمبابوي، بتسوانا، زامبيا، زيمبابوي، بتسوانا، رواندا، بوروندي، اوغندا، جنوب السودان، اثيوبيا، افريقيا الوسطى، تشاد، شوف دولة تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو. دي كلها ايه؟ دول حبيسة. فهمت من الكلام ايه؟ ان الدول الحبيسة هي الدول اللي تقع داخل اليابس، لا تتصل باي مسطحات مائية. طب لما بتيجي مثلا عندها تجارة عايز تمشيه، تقوم لازم تحسن علاقتها مع الدول اللي جنبها. يعني تشاد والنيجر لازم يحسن علاقتهم مع مين؟ مع ليبيا فوق، او مع مين؟ هنا نيجيريا. شايفين؟ يبقى لازم تحسن العلاقات مع الدول اللي جنبها. النيجر ممكن مع ليبيا او ممكن مع الجزائر، انتوا فاهمين؟ يبقى لازم يبقى الدول دي لا تستطيع العبور للمسطحات المائية الا من خلال الدول المجاورة لها. عشان كده لازم تحتفظ بعلاقات ودية مع الدول دي، لان الدول دي ممكن تمنعها ان هي تعدي عبر اراضي. للدول مين؟ للدولة الحبيسة. يبقى اما اجي اقول لك الدولة الحبيسة او الدولة الداخلية، هي الدولة التي تقع بالكامل داخل اليابس، مش داخل دولة تانية، لا، داخل اليابس. يعني بتحدها اليابس الدول من جميع الجهات، يعني لا تتصل بالمسطحات المائية إلا عبر الدول المجاورة. عشان كده لما اجي اقول لك من الدول المفروض، ممكن يجيب لك دولتين على الخريطة ويقول لك الدولة دي، يجيب لك دولة بحرية ودولة حبيسة.
يقول لك الدولة ان هي المفروض انها تتميز بالعلاقات الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول. هدور له على دولة مين؟ الحبيسة، لان الدولة البحرية مش لازم لها، هي بتطلع على المسطحات المائية، انما الدولة الحبيسة الداخلية اللي بيهمها ان هي ايه؟ ان هي تكون تتصل بالدول علشان عن طريقها تتصل الى مين؟ البحار اللي عبر الدول ايه؟ المجاورة. طيب سؤال، طب دي حلوة؟ لا، مش احنا درسنا بيتكلم الموقع بتاعي هل ليه تأثير على قوة الدولة؟ ليه تأثير. يعني لو دولة بحرية زي ما احنا قلنا يبقى مهم جدا للدولة، لها تأثير إيجابي كويس جدا. إنما الدولة الحبيسة دي إيه؟ ذات تأثير سلبي على الدولة. دلل شوية. الدولة الحبيسة ده اهي لازم تعمل زي ايه؟ زي ما احنا بنقول حتى لو غضبانة من الدولة اللي جنبها لازم غصب عنها تحسن علاقتها بها. خلاص؟ ليه؟ لأنها لا تستطيع التوجه إلى المسطحات المائية أو الاتصال بالعالم الخارجي إلا عن طريق الدولة المطوقة لها أو الدولة الإيه؟ المحيطة أو الدول المجاورة إيه؟ لها. يبقى لأنها لا تتصل. أما جودة أو بما تفسر تمشي ده ودي حيث بس ده بما تفسر أفضل. بما تفسر الدولة الحبيسة أو الموقع داخل اليابس ذو تأثير سلبي على الدولة. هقول لأنها لا تتصل بالعالم، هقول له لأنها لا تتصل بالعالم الخارجي إلا من خلال العبور إيه؟ إلا من خلال العبور في أراضي الدول إيه؟ الدول المجاورة لها. يبقى ما تعرفش تتصل بأي مكان إلا عن طريق إن هي تعبر في أراضي الدول إيه؟ المجاورة لها، أو ممكن يكون نهر أو عبر الأنهار اللي بتجري فيها الأنهار. خلاص زي نهر الدانوب، نهر الرين دي بيمشي في دول حبيسة، عن طريق النهر ده بتمشي التجارة من دولة لإيه؟ لدولة. طب أنا عايز أرتب ترتيب القارات حسب عدد الدول الحبيسة. بمعنى الحبيسة أقول له إن أكبر القارات من حيث عدد الدول الحبيسة احنا شفناها دلوقتي وأنا بعملها. أقول مين؟ أفريقيا أول واحدة، تلاها مين؟ تلاها أوروبا مع إن مساحة أوروبا إيه؟ صغيرة. تلاها مين؟ تلاها آسيا. تلاها مين؟ أمريكا الإيه؟ الجنوبية. واخد مثال لكل واحدة فيهم لأن الأزهر ساعات ما بيتطرقش الحاجات اللي على الخريطة بس يتطرق بالحاجات اللي نحفظها دي. أفريقيا زي مين؟ زي إثيوبيا وأوغندا. طيب أوروبا زي مين؟ أوروبا هقول له أوروبا عندي زي مين؟ أوروبا زي النمسا وسويسرا. سويسرا دولة حبيسة، النمسا وسويسرا. هقول آسيا لسه قايلها من شوية زي مثلا كازاخستان وأفغانستان. أمريكا الجنوبية زي باراجواي. أمريكا الجنوبية باراجواي. واجيبها من على الخريطة فين هي دي اهي. شايفين دي باراجواي وبوليفيا فين اهو. باراجواي وبوليفيا الاتنين في النص اهم، هما دول. شوف بقى اقل دولة مفيش فيها خالص، اللي مفيش فيها خالص مين؟ الامريكا الشمالية. شايفينها مفيش فيها حاجة خالص، هي استراليا. انما اكتر واحدة مين؟ افريقيا. خلاص. وعشان كده لما اجي اقول لك افريقيا فقدت قيمتها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للدول البحرية. ليه؟ لان اكتر افريقيا زي ما احنا شايفينها دول حبيسة. خلاص. طيب شوف هنا عندي امريكا او اوروبا فيها مين؟ فيها النمسا اهي. النمسا مش هقول لك على جزء جوه ده، النمسا وجنبها سويسرا. الاتنين بيمشوا تجارتهم عن طريق شايفين نهر الراين. يبقى سويسرا والنمسا اهو ماشيين التجارة عن طريق نهر مين؟ الراين. طيب عندك اسيا شوف منغوليا، كازاخستان فوق كده دي، افغانستان تحتها. يبقى دي امثله الدول مين؟ الحبيسه. خلاص. يبقى بنقول تنعدم الدول الحبيسه في قاره امريكا الشماليه. طبعا استراليا ما فيش فيها حاجه لان اصلا استراليا عباره عن جزر حوالين بعضها.
فهي كده كده حيوان في قلب الميه، فملهاش لازمه الدول حابسه اصلا. طيب تعال نشوف بعد كده. احنا خلي بالك كنت بتكلم مين؟ الموقع بالنسبه لليابس والماء، دولة بحرية ودولة ايه حبيسة. تعال نشوف عندي الموقع بالنسبة للدول ايه المجاورة. بالنسبة للدول المجاورة يعني ايه؟ هقول لك الموقع تاني حاجة، خلي بالك ده تاني حاجة في ايه؟ في الموقع الجغرافي. الموقع بالنسبة للدول المجاورة. يعني ايه الموقع بالنسبة للدول المجاورة؟ يعني في دولة حدودها حواليها دول كتيرة، وفي دولة حواليها مثلا دولة واحدة جنبها دولة واحدة أو دولتين، أو انتوا فاهمين؟ طب دي ليه إيجابية؟ ليه إيجابية وليه سلبية برضه. إزاي؟ هقولك. دولة زي مين؟ تعالى نضرب مثال. الخريطة التانية عندي اهي. دولة زي الولايات لها دولتين جنبها بس، كندا والمكسيك. أو دولة زي كندا ملهاش إلا حد واحد بس دولة جنبها. دي لها ميزة وعيب. لها ميزة ان مفيش مشاكل كتير بينها وبين حد، هي جارة واحدة بس مفيش فيها مشكلة. بس لها عيب في ايه بقى؟ ان ما يبقاش في تواصل كبير بينها وبين بعض، مفيش تعاون. يعني مش هنشتري من بعض، هي دولتين جنب بعض مش هيشتروا من بعض ولا ليه؟ لان اللي هيبقى الانتاج والاستهلاك قليل. انما تعالى دولة زي مثلا زي السودان دي ذكروها من الدول اللي حواليها 7 دول. مصر اهي، تشاد اهي 2، ليبيا اهي 3، جنوب افريقيا الوسطى 4، جنوب السودان خلي بالك 5، اثيوبيا 6، جيبوتي 7. اقوم اقول لك طب ما هو ده حلو، عامل زي ما يكون الواحد ليه صحاب كتير وده بيعمل له حاجه وده بيعمل تعاون اهو. قال لك بس لو الواحد ده وقع السكاكين بتاعته بتكتر، بتلاقي صاحبه ده متضايق منه وصاحبه ده زعلان منه ومش عارف يرضي ده ولا يرضي ده ولا يرضي ده، قال في مشاكل. يبقى هي لها ايجابيه ولها ايه سلبيه. يبقى كثره حدود الدوله او عدد الدول المجاوره بيؤدي لوجود مميزات او ايجابيات وايه وسلبيات. يبقى اما اجي اقول لك دلل او بما تفسر، عشان ما حدش يقول لك كل شيء دلل، قلت لك عليه ما تفسر. كثره الدول سلاح ذو حدين. كثره الدول سلاح ذو حدين بالنسبه لمين؟ لقوه الدوله. سلاح ذو حدين بالنسبه لقوه الدوله. ازاي؟ هقول لك حاجه ممكن يكون له تاثير ايجابي. تاثير ايجابي في ايه؟ حيث يحقق التعاون بين الدول وزياده قوه. تعاون وزياده قوه زي دي مين بقى؟ مثل دول غرب اوروبا. وقام واقف حضرتك بقى في النظام الجديد ما تذاكرليش كلمه غرب اوروبا، تقوم واقفه جايه كده في الشرح. يعني اما قايل لك اهو زي دول غرب اوروبا، هل انا يهمني دول غرب؟ لا، انا عايز اعرف دول غرب اوروبا زي مين. هقول له دول غرب اوروبا عندنا اهو خطه كبيره، عندنا اسبانيا في غرب اوروبا، عندي جنبها فرنسا، عندي بريطانيا، عندي النمسا، عندي المجر، عندي النرويج، عندي هولندا، دي دول كلها بنسميها دول غرب. عشان لو جيت لك في الامتحان بيقول لك ايه دولة زي مين؟ زي فرنسا، اسبانيا، بريطانيا، من تاني النمسا، المجر، اسمها النرويج. دي دول كلها غرب اوروبا. تأثير ايجابي لها ايه؟ في ان حدودها كتيرة، ده بيساعد على التعاون بتاعها. بس لها سلبية. 2 بقى تأثير سلبي. بتلاقي كل واحد عم نركز المسمار، كل واحدة لا احسن مش عارفة في كذا، لا احسن مش عارف، يحصل مشاكل بينك وبين الجميع. هقول بس تسبب ايه؟ تسبب العديد من المشكلات. زي مين بقى؟ هقول له زي السودان. مثل السودان اللي الوقت لحد الان في مشاكل بينها وبين الدول التي يجاورها عدد كبير من الدول، وصل لكام؟ ل7 دول. خلاص. يبقى تأثير ايجابي ان الدول دي تشترك مع بعضها مفيش مشاكل. في دول بقى اللي هي بسميها دول نامية
قديمة. يعني ايه دول نامية قديمة؟ يعني احنا عند قارات العالم القديم اللي هو مين؟ قارات العالم القديم اللي هي اسيا وافريقيا واوروبا، دي بسميها عالم ايه؟ قديم. طيب مين فيهم اللي لسه ما اتطورتش؟ طبعا افريقيا طبعا مش متطوره، افريقيا بسميها عالم نامي. نامي يعني مش متطور، متخلف. واسيا برضو فيها بعض الدول لسه ناميه. انما اوروبا ما ينفعش اقول عليها كده. اوروبا عالم متقدم. متقدم وايه؟ وقديم. قديم يعني كان الناس عايشين على زمان، ده اسمه قديم. انما متقدم يعني ايه؟ الصناعه فيه والحياه فيه متقدمه. يبقى فرق. انما افريقيا قديم ونامي. لو جيت الكلام ده وانا في الاختيار، افريقيا عالم قديم ونامي، اوروبا متقدم قديم. طب لو جيت اقول امريكا الشماليه مثلا، امريكا الشماليه هقول متقدم حديث. احنا عارفين ان امريكا الشماليه مكتشفينها حديثه اهي، ودوله متقدمه. طب امريكا الجنوبيه هقول حديث بس نامي. امريكا الجنوبيه ناميه مش متقدمه. يبقى انا عندي اوروبا متقدم قديم، امريكا الشماليه متقدم، الاثنين متقدمين بس ايه؟ بس اوروبا قديم، عالم قديم، وامريكا الشماليه عالم ايه؟ حديث. يبقى خرجنا على موضوعنا لجزئيه تاني. انا بقول موقع المكان بالنسبه للدول المجاوره. يعني مثلا الدوله لو حواليها عدد كبير من الدول المجاورين لها، دي فيها ميزه وفيها عيب. طب الميزه ايه؟ الميزه انه بيساعد في تنقية التعاون وزياده قوتها. طب السلب ايه؟ بيسبب العديد من المشكلات مثل السودان اللي بيجاور عدد كبير من الدول، حوالي 7 دول. بسمي السودان من دول العالم النامي القديم. بسمي قارة اوروبا وامريكا الشمالية هقول عالم متقدم، بس اوروبا متقدم قديم لانها من القارات القديمة. انما امريكا متقدم حديث. ماشي. تعال نشوف دول برضو من الدول اللي بيجاورها عدد. انا عايزه امثله للدول. احنا اتكلمنا على الدول دي اللي بيجاورها عدد كبير. طب قولي لي امثله للدول التي يجاورها عدد قليل من الدول. زي مين؟ تعال كده نشوف. ضرب لي مثال بالمغرب. المغرب اهي. مين اللي حوالين المغرب؟ ادي الجزائر وموريتانيا، دولتين اتنين. يبقى من الدول اهي. طيب الدول اللي عدد قليل، كندا يجاورها مين؟ الولايات يجاورها 2. يبقى في دول بيجاورها دولة واحدة، وفي دول بيجاورها دولتين، وده العدد القليل اهو. خلاص. طيب يبقى المغرب تحدها الجزائر وموريتانيا. الولايات كندا دولة واحدة، وليسوتو دي دولة برضو واحدة. خلاص. يبقى من عندي امثله الدول تجاورها عدد قليل، زي عندي كندا وعندي المغرب. اللي جنبها خلي بالك من الحدود. المغرب جنبها مين؟ اللي جنبها هنا الجزائر. اللي جنبها هنا من مين؟ موريتانيا. الجزائر والمغرب. وعندك الولايات مفيش عندها دول كتير، هما دولتين، واحده كندا في الشمال والمكسيك في الجنوب. يبقى انا كده خلصت تاني حاجه بالنسبه للموقع. موقع المكان بالنسبه للدول المجاوره. طب تعال نشوف المواقع الهامشيه والمركزيه. يعني هامشيه هضربها لك مثال اول افهمها لك. الدوله زي دي اسمها نيوزيلندا. شايف؟ متطرفه في اخر العالم، ولا حد بيسمع عنها ولا حد بيتعامل معاها كتير. خلاص. طيب يبقى دي دوله اسمها دوله هامشيه، على الهامش. يبقى الدوله الهامشيه الواقعه على اطراف العالم زي نيوزيلندا. الدوله المركزيه بص كده بقى حبيبتك مصر دي في النص. لو جبنا دوائر عرض كده ودايره عرض وخططوها تلاقيها فعلا في نص العالم. وما ذكرلكش في اي منهج الا دوله مركزيه واحده في العالم كله اللي هي مين؟ مصر، لان مركزها متوسط جغرافيا في العالم. يبقى اقدر اقول ان مصر تميزت عن نيوزيلندا بسبب هقول بسبب الموقع المركزي. تاني يبقى لك في الاسئله تميزت، ما اقولش بقى بسبب الموقع بالنسبه للدول المجاوره، لا، ولا بسبب الموقع الفلكي ولا الموقع، لا، ده انا هقول كلمه واحده: مصر تميزت عن نيوزيلندا بسبب الموقع المركزي. يبقى هم قايلين هنا اهو. اول تالت حاجه بنقول الموقع او المواقع المركزيه والهامشيه.
مركزية وماشي هبدأ اقول له المركزية، الدولة المركزية هي الدول التي تتوسط جغرافيا العالم. طبعا دي مهمة جدا بالنسبة للدولة، زي مين؟ زي مصر. ليه؟ طرق التجارة العالمية هتعدي من عليه، هيبقى في تواصل حضاري بينها وبين القارات الثلاثة اللي هم يعتبر من أقدم قارات العالم، آسيا وأفريقيا وأوروبا. طيب إنما الدولة الهامشية هي الدولة اللي توقع على أطراف العالم، زي مين؟ زي نيوزيلندا اهي. طيب اخر بقى حاجة عندي في المواقع هقول المواقع الاستراتيجي، هو ده مهم للدولة. طب هتقولي الاول يعني ايه كلمة استراتيجي؟ لما يجيلك دايما كلمة استراتيجي تعرف ان هي ايه؟ ان هي الدولة اللي بتطلع على مضيق او ممر مائي مهم، دي اسمها موقع استراتيجي، لانها بتتحكم في طرق التجارة العالمية. طب المرة دي انا هجيب خريطة الوطن العربي دي، واللي بيجي فيها في الامتحان الحاجات دي عشان اسماء الدول اللي عندي. طيب الموقع الاستراتيجي هي المواقع اللي تكتسب أهمية بالغة، ليه؟ زي ما أنا قلت، لإشرافها وإمكانية تحكمها في طرق ملاحة بحرية أو برية، يعني طرق التجارة إما على بحر أو قناة أو عن طريق البر، طريق بري، خلاص. وتبقى مهمة جدا في فترة الحرب ووقت السلم. زي مين؟ أنا عندي في الخطة اللي هدرس 3 مواقع، 3 مضايق أو 3 ممرات مائية. عندي ده أهو مضيق باب المندب، كنا بناخده في الإعدادي، في تانية إعدادي. ده اهو طبعا هم ما ذكروش في الشرح، بس ده اسمه مضيق هرمز. طيب ده اهو مضيق جبل ده مضيق جبل طارق هنا اهو. طيب يبقى اما اجي اقول لك الاول هقول لك تعريف المواقع الاستراتيجيه، هي المواقع التي اكتسبت اهميه بسبب اشرافها على ممرات ملاحية مهمة أو برية، ملاحية أو برية، سواء في وقت الحرب أو السلم. تاني، يبقى المواقع الاستراتيجية هي المواقع التي اكتسبت أهمية بسبب اشرافها على ممرات ملاحية أو برية، سواء في وقت الحرب أو السلم. دي ممرات اسمها ممرات استراتيجية. كمان هدرسها، تعالى ندرسها. أنا عندي الخريطة اهي، هاخد عندي أولا مضيق باب المندب. شوف أدي اليمن بتطلب كام جبهتين اهي اليمن، وكمان وكمان هنا دولة يعني بيتحكموا فيه، يعني أي سفينة معدية من هنا جاية كده أو جاية كده لازم تخضع لإشراف الدولتين دول، من حيث التفتيش، من حيث دفع جمارك، الكلام من ده. يبقى دي وين اليمن ومين وجيبوتي. يقوم يقول لك في الامتحان طب بص بقى معايا كده، اليمن ما أنا تالتة ثانوي يعني دماغي شغال. اليمن مش احنا كنا ذاكرينها دلوقتي في حاجة؟ كنا ذاكرينها في في ان اليمن من الدول اللي زادت اهميتها ان هي بتطل بجبهتين على مسطحين مائيين. يبقى اضفنا لها حاجة تانية، ان هي دولة بحرية وفي نفس الوقت استراتيجية. يبقى تاني، يبقى اليمن وكمان برضه بنفس الطريقة جيبوتي بتطل هنا على خليج عدن وعلى البحر الاحمر. يبقى جيبوتي واليمن اكتسبوا أهمية إن هي بتطل بجبهتين بحريتين، يبقى دولة بحرية، ده أهمية كبيرة، وفي نفس الوقت دولة استراتيجية. طيب تعال نشوف قناة السويس حكم فيها مين؟ مصر. يبقى مصر أخدت، خلي بالك مصر اللي كان لها كام أهمية؟ 3. أنا أجمع مصر أهمية بحرية إنها بتطل مسطحين مائيين. مصر أخدت أهمية لسه قايلها من شوية إن أهمية أهمية مركزية، إن هي دولة مركزية. أهمية إن هي دولة إن هي دولة تتحكم في ممرات ما، يبقى موقع استراتيجي. طيب هنا طبعا دي شبه جزيرة سيناء اهي. طيب تعال نشوف بقى مضيق جبل طارق اهو. مين الدولتين بتشرف عليه؟ ادي المغرب واسبانيا. الله، ده احنا كنا واخدين دلوقتي ان اسبانيا والمغرب هما 2 دولتين برضو بحريتين بيطلوا. شوف اسبانيا كانت بتطل بحوالي جبهتين، هما بحري. اسبانيا بجبهتين، المغرب بجبهتين. يبقى المغرب واسبانيا دول بحرية استراتيجية،
يبقى قلت لي السؤال. يبقى انا هتكلم عن المواقع الاستراتيجيه، هتكلم على ثلاثه ممرات. اول ممر هقوم قايله بنقول مضيق الاول، مضيق باب المندب. هو مضيق باب المندب بيتحكم في مين؟ بيتحكم في جيبوتي زي ما احنا شفناها في الخريطه والصومال. طب جيبوتي والصومال هم قايل لي ايه؟ هقول الدول دي زادت اهميتها بسبب ايه؟ انها دول بحريه استراتيجيه اهي. بحريه لانها بتطل على ايه؟ مسطحين مائيين، واستراتيجيه عشان وجود ايه؟ مضيق باب الايه؟ المندب. طيب الممر التاني هقول عندي قناه السويس. طبعا قناه السويس بتصل بين البحر الاحمر والبحر ايه؟ المتوسط. طيب هقول لك ان قناه السويس في دوله مين؟ مصر. اللي بتشرف عليه دوله مين؟ اللي بتشرف عليه دوله مصر. طيب سؤالي، اصبحت مصر اكتسبت اهميه من ايه؟ هقول بسبب موقعها كدوله بحريه بس؟ لا، ودوله مركزيه بس، ودوله استراتيجيه. شايفين؟ جمعت معلوماتي في الجزئيه اللي فاتت. يبقى مصر زادت من قوتها كدولة، القوات الطبيعية بتاعتها دولة بحرية ودولة مركزية ودولة استراتيجية. دي بالنسبة لمين؟ لقناة السويس. طب تعال نشوف عندي مضيق اهو جبل طارق. مضيق جبل طارق بتشوف عليه دولتين اللي هما مين؟ اسبانيا والمغرب. الاتنين برضو دول بحرية ذات أهمية بحرية عشان بتطل مسطحات مائية، واستراتيجية عشان بتتحكم في مضيق ايه؟ جبل طارق. يبقى انا كده خلي بالك اخدت ايه؟ اخدت الأهمية بالنسبة لايه؟ للموقع. انا كل ده اهو بس هشوف في نقطة واحدة بس، الموقع. يعني معنى ذلك ان انا لسه هاخد المساحة الواحدة والتضاريس والشكل، ده كل واحد لوحده، ده كله في درس ايه؟ في درس واحد، الدرس التاني. خلاص؟ فانا مش هطول في الفترة اكتر من كده معايا. ده طبعا هيتذاكر ان شاء الله، والمرة الجاية بإذن الله هنكمل الجزء التاني من الدرس.